تعالى اقول لك حاجة يمكن تفهم لو انت حابب تفهم او اصلا بتفهم. جمهور الزمالك واعلام الزمالك وسوشيال ميديا الزمالك ما زال الى حد ما بيلعبوا وبيضربوا في صفقة وسام ابو علي. بقول لك ان الاهلي او وسام بالاصح غصب وضغط وخسر النادي الاهلي كتير، وان النادي الاهلي فشل انه يجيب فلوس ويكسب من ورا وسام ابو علي. طب تعالى نحسبها مع بعض. الزمالك كان عنده بن شرقي القيمة التسويقية بتاعته تتعدى ال 2.5 مليون دولار، وضحك عليهم وسابهم ومشي ببلاش، ما استفادوش بقرش واحد. كان عنده ساسي، كان القيمة التسويقية بتاعته تتعدى ال 3 مليون دولار ضحك عليهم برضه هو برضه وسابهم ومشي ببلاش. طب تعالى اقول لك على الكارثة الكبيرة. كان زيزو عندهم في اخر 6 شهور في عقده جاي لهم 6 واكتر من 6 مليون دولار، ما رضيوش يبيعوه عشان ما يجيش كوبري لنادي الاهلي، قام جاي النادي الاهلي ببلاش. الاهلي جاب وسام ابو علي ب 2 مليون دولار، باعه ب 7.5 مليون دولار، يعني مكسب 5.5 مليون دولار كاش، زائد 2 مليون دولار مش 200 الف، لا 2 مليون دولار بونص، زائد 15% اعادة بيع على المبلغ توتال. وارجع اقول لك صفقة وسام ابو علي خسرانة على الاهلي، واداره الاهلي اداره فاشله. جون ادوارد قاعد يقول لك قافل على الفريق، عامل كل شيء تمام، محدش عارف عن الصفقات لحد ما بقى الصفقات اللي بتيجي تطير اول باول. يا عم جون اعلان صحيح، فاركو لغايه دلوقتي ما اعلنش ان جون ادوارد مشي من الفاركو ولا لسه. وفي نفس الوقت محدش رد عليا، جون ادوارد بياخد نسبة على بيع الصفقات كام في المية؟ يا ناجحين، بس اتكلم مين؟ عقلكوا على قدكوا. سلام عليكم.